تتوافر لدى الجزائر الثروة، غير أن هناك من يرى أنها تعاني من خلل في توزيعها على كافة فئات الشعب، مع الإشارة إلى أن البلاد أنفقت أكثر مما أنتجت خلال آخر 15 سنة. قدرت مصادر برلمانية جزائرية مداخل البلاد النفطية منذ استقلالها بأكثر من تريليون دولار. كذلك قيمة ما أنفق خلال آخر 15 سنة بلغ 688 مليار دولار، بينما يقول الخبراء إن 600 مليار دولار كافية لبناء دولة بأكملها. مؤشرات هشاشة الوضع الاقتصادي بارزة في البلاد التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية. كذلك تقدر الحكومة معدل البطالة بأقل من 10%، بينما تقدرها مصادر رسمية بأكثر من 20%. فيما تقدر اليد العاملة ب10 ملايين شخص، يشتغل 1.5 مليون شخص منهم في القطاع العام، وهذا ما يعكسه لنا الرقم 32% الذي يعكس الوظائف في القطاع الحكومي والإدارات الحكومية تحديدا. الاستثمارات الأجنبية بالجزائر تظل ضعيفة، فهي لا تتعدى 2.5 مليار دولار سنويا في أحسن أحوالها، وهذا هو التطور الزمني لهذه التدفقات، تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة إلى الجزائر التي أخذت في التناقص، وهذا ما يفسر وجود الجزائر في مراتب متأخرة بالنسبة للمؤشرات العالمية لممارسة الأنشطة الاقتصادية. خلال السنوات الأخيرة تفوق إنفاق الحكومة الجزائرية على مداخيلها، وهو ما خلق عجوزات متتالية في الميزانية، وهذا ما يظهر أمامنا هنا في الرسم البياني، لأن معظم الاستثمارات التي دخلت فيها الجزائر في السنوات القليلة الماضية تم تمويلها عن طريق الخزينة العمومية. اتساع الإنفاق الحكومي ارتبط بتضخيم المصاريف باعتراف مسؤولين جزائريين، كما هو الحال بالنسبة لمشروع طريق السيار الذي كلف الجزائر 18 مليار دولار، بينما تشير المعايير العالمية وتؤكد أنه يستحيل تجاوز الرقم 7 مليارات دولار لذات المشروع. الفساد واحد من أهم التحديات التي تواجه الجزائر، فقد بلغ مجموع الأموال المختلسة التي رفعت لأجلها قضايا في محاكم الجزائرية بنحو 50 مليار دولار خلال العقد الأخير. وبالتالي فإن محاربة الفساد تشكل أولوية في بلد بات يبحث عن نفسه وسط أزمة مؤسسة